لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يا مؤمن، إيمانك نصين، والطير بجناح واحد لو بيكون صقر ما بيطير، وتاكل القطاط. وإذا كان عصفور وله جناحين بجنن القطاط. وانت لك جناحين، جناح الصبر عند الألم وجناح الشكر عند النعم، بدهم يكونوا متوازنين. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، شق وعين ودعا بدعوة. ليش الله أخذه؟ ليش الله أخذها؟ لساعته صبي، لساعته جماعة تهنى بحياته. هذا كله كلام مخالف. نحن اجينا على هالدنيا مو بإرادتنا، وبدك تطلع مو بإرادتك. إذا طلعت بإرادتك على جهنم. من تحسى سما فسمه في يده في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة أو أصحابه فحديدته في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل وقفوا اذكروني دائما وزد حاله لجهنم وبئس المصير. الله بيجعله بجواب جهنم في جبل، بزد حاله برد الله بيخلق من أول وجديد. يلا خالدا مخلدا فيها أبدا. أنت ما خلقت لتقتل نفسك. الله خلق هو بينهيها، وبينهيها على حسب ما يريد. والله ما خلقنا مشان يربح علينا. ما خلقت الخلق ليربح عليكم، خلقنا مشان نربح عليها. انت رايح على الجامع مشان تصلي صلاة واحدة بالنهار، بين 5 صلوات. إذا بدك تصلي صلاة واحدة تعرفي كل خطوة إلك 3 شغلات. كل خطوة يكتب لك حسنة ويمحى عنك سيئة ويرفع لك درجة. فإذا 50 خطوة روحك، 50 خطوة رجعت، كتبت لك 100 حسنة ومحيت عنك 100 سيئة، والله رفعك عنده 100 درجة. ولسه ما صليت انت. فإذا فت على الجامع بيت مين؟ بيته. فوتك على بيته معناتها بيحبك. إذا ما فوتك على بيته معناتها زعلان منك. ركز حالك، صلح، صدق، تواضع، لا تتكبر، ارضي الوالدين، امشي صح. قول أنا ما بدي خرب، أنا ما بدي خرب، أنا بدي امشي صح. والله بيحبك إيه؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالله خلقك لتربح عليه، لتربح عليه، لأنه هو أكرم الأكرمين. شو بيستفيد الله من صلاتنا كلياتنا؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، كلكم أولياء، ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر، كل أباليس وشياطين عبريد، ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا الله ما فوتك على بيته معناتها أنت مالك تمام. إذا ما صليت معناتها مالك تمام، الله مو راضي منك. يمكن زعل أمك أو مبكي أبوك. باباك إلى الجنة أمك وأباك. باباك إلى الجنة أمك وأباك. يقول عليه الصلاة والسلام من أصبح يعني صباحا وأبواه راضيان، يعني أصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة. ومن أمسى وأبواه راضيان، يعني أمسى وله بابان مفتوحان إلى الجنة. ألا العكس، ومن أصبح وأبواه ساخطان عليه. زعلوا أنت، زعل أمك باباك إلى النار. ومن أمسى وأبواه ساخطان عليه
أمسى وله بابان مفتوحان. طيب بركي رضيان واحدة منهم والثاني مو رضيان، ما بتروح، إلك باب لجهنم ولك باب للجنة. أما إذا بترضيهم، هل يؤدي الولد حق والديه يا رسول الله؟ قال لا، لا يمكن أن يؤدي حقه مهما عملنا مهما عملت يا أخواني. يقول النبي عن نفسه: لو افتتحت صلاة العشاء، صلاة العشاء صلينا هذه بشوي، افتتاحها بتكبيرة الإحرام الله أكبر هي ركن، وقرأت الفاتحة صاروا ركنين، والوقوف صاروا 3 أركان، ونادتني أمي يا محمد لأجبته. صلاة عشاء نعم، مريد من عيده. من لو افتتحت صلاة العشاء وقرأت الفاتحة ونادتني أمي يا محمد لأجبته. سعد واحد من الصحابة وقع في النزع اسمه علقمة، عم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما عم تطلع معه عند النبي: يا رسول الله علقمة في النزع وما عم تطلع معه الشهادة. قال: أله أب؟ قالوا: لا، أبوه متوفى. أله أم؟ قالوا: له أم. قال: قولوا لها إما أن تأتي إلى رسول الله وإما أن يأتي رسول الله إليك. قالوا: يا رسول الله ما أدراني فيه. فأجى النبي لعنده صلى الله عليه وسلم، قال له: يا أم علقمة اصدقيني، احكي صدقها، وإلا أخبرني الوحي، بينزل الوحي بيقول لي ما زلت معك، هل أنت راضية عن علقمة أم ساخطة؟ قالت: إني لست راضية عن علقمة. ليش؟ إنه كان يميز زوجته عنه. مرتك أغلى من أمها؟ لو تضرب لها الكسر، والله مرتك أغلى من أمها. مرتك إذا أنت رضيان عليها بتفوت الجنة، وإذا ما لك رضيان عليها بدها تفوت النار. أما أنت إذا أمك مو رضيانة عنك ما بتفوت الجنة. رضيا الله بيراضيك، سر الله بيسرك. شوف من إخوالك من حواليك أو عمومك مين أكثر خال مرضي من أمه وأبوه؟ شوف لي حياته. مين أكثر عم مرضي من أمه وأبوه؟ شوف حياته. أحلى حياة حياة المرضية، مو أزنجل واحد، لا لا لا، بس مسرور بوضعه، مبسوط بوضعه، الله مهنيه بحياته. هذاك سبحان الله من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب وما مبسوط. شو ما جاب الراسين بيلاقيهم ايه وظابطين. ليش؟ بروا آباءكم تبركم أبناءكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بروا آباءكم تبركم أبناءكم. من رضاء الله وفيها. واحد يتوفى، هذا شو اسمه علقمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام: مالك رضيانة؟ لا مالي رضيانة. يا بلال، يا صهيب، يا عمار، اجمعوا الحطب، جمعوا، شعلوا النار، حملوا جدوا. قلت: يا رسول الله لا تجدوا، سامحته. ففاضت روحه وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حرك لأي النبي عواطفه. غسل علقمة تحت إشراف النبي، وكفن تحت إشراف النبي، والنبي صلى عليه والصحابة، ودفن تحت إشراف النبي. هلا بعد ما اندفن شو قال النبي عليه؟ يا معشر المهاجرين والأنصار، من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا صوم له ولا حج له، فرضاء الله في رضاه وسخط الله في سخطه. سر الله بسرك، بتعكر ما بتنجح بحياتك. ما أفلح ولد أبكى والده. الأم ممكن تبكي قدامك، أما أبوك رجل ما بيبكي قدامك، عم يبكي لحالك، عم يبكي منك، عم يبكي منك ومن أعمالك.
ممكن تقول هي لأمي هي لأبي. ممكن ما تأكل أكل إلا لما يكونوا موجودين هدول. كم مرة حملوك وأنت بالليل وأسنانك طالعة صاير معك حمضان وأخذوك من دكتور لدكتور مدري وعم يدور على الصيدلي مشان يجيب لك دواء. نسيته حملتك 9 أشهر ببطنها إن شاء الله حمل بطيخة من سوء الهلا هون احمدها لشوفك يا أبا ضاي. فشلون أنت بوسط جوفها وعم تعطيك من حنانها؟ ولا يمكن. هل يؤدي الولد حق والديه؟ قال لا يمكن أن يؤدي حق الوالدين إلا الله يرضيهم عنا، يغفر لنا مغفرة عامة شاملة، يرحمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا نقول للعاشقين بيت العاشق لا نقول لهم خاتمة أحزانا فنهم صاحبه. بقية بحياتكم ما في بقية، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن نقول كما علمنا المعلم الكامل صلى الله عليه وآله وسلم: عظم الله أجركم وغفر لمتوفاكم وأحسن عزاءكم وشكرا لإصغائكم. شغلة صغيرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. من زار قبر والديه كل يوم جمعة وقرأ عند قبرهما سورة ياسين 11 مرة قل هو الله أحد و3 مرات معوذتين والفاتحة وتهليل لا إله إلا الله 33 وهبن هدول كلهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن جنابه المشرف المعطر إلى جميع أرواح إخوانه الأنبياء والمرسلين، ومن جنابه وجناب إلى روح من كنا في سببه وعلانيته أبي وأمي وأختي وأختي وأختي. تصل؟ نعم تصل. أحد أولياء الله، أبوه ولي من أولياء الله اسمه الشيخ أمين، واقف الشيخ أحمد وأخوه معه زيارة الأب المتوفى. قام الأب شو قال له لابن الشيخ؟ قال له لأخوك لا يتقروص لما بده يجي لعندي. لطيف بيشعر فيك بس بدك تمشي، بدك بيستأنس أبوك فيك وأنت بر والدين بر. من قبل بين عيني أمي نيالك إذا أمك على قيد الحياة، نيالك إذا أبوك على قيده. لو قبلها من بين عيونها من إيديها ومن سفر رجلها. من قبل بين عيني أمه كانت له سترا من النار. وتقبل الأم من بين عيونها ومن إيديها ومن سفر رجلها إلزم رجلها فإن الجنة تحت قدمها. والحديث اللي يقول الحال الجنة تحت قدمهم. هذا مو حديث. جرب وشوف رضا الوالدين معك. هذا حديث وآخر الحياة بتبينها أكثر. هذا حديث الجنة تحت أقدام. هذا حديث. نعم. والإذا بقدميها فثم الجنة. فثم الجنة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. إلزم رجلها فثم الجنة. نعم الله يبارك فيك. في شيخ دقنه سوداء. نعم. عنده تلاميذ صغار اجوا على صلاة الصباح. أستاذ قال شو؟ قال له اليوم أنا شو بدي أنا بيضاء. قال له وأنا شو بدي أنا بيضاء. 3/4 من تلاميذه شافوه قدامنا بيضاء. ليه تدقنك سوداء؟ قال له لا يا أمين، أنا قبل ما أنام حطيت لحيتي تحت سفلين رجلين أمي، فوت لحيتي بالجنة فشفتوها نور. بال 2006 طلعنا على الحج، سويت عمرة بس ما حكيت لرفقاتي طالعين مع بعضهم، كانوا جزائري ما حكيت لمين. اغتسلت البنت من شفتين وطلعت، بلشنا وهيك واصطفنا وسعينا وجيت. صباحا ثاني يوم بنتي بتتصل على الموبايل مع صلى ولا رئيس الجيش. قال له أبي، قالت له أبي عندك؟ قال لا يا أبي عندي. تعطيني إياه. شوف يا أبي بنتك. شبك يا أبي؟ قالت يا أبي شو مساوي؟ ولي. تتخيل
هاتي اجا ابي لابس، اجا جدي لابس منشفتين فرحان. انا ما حكيت لمين تسوي الامر هيك. وصلت الشارع وانا لساعتين ببكي. مرضي الله براضي، سر الله بسره، والى الروح منه الروح الطاهر ومن سبقنا الفاتحه.